قال زوج لزوجته: لقد اشتقت لأهلي وإخوتي وأولادهم، أرجو منك غدا أن تعدي طعام الغداء، وسأقوم بدعوتهم اليوم، منذ زمن بعيد لم نجتمع. فقالت الزوجه بتأفف: إن شاء الله يصير خير. فقال الزوج: سأقوم بدعوة أهلي إذن. وفي صباح اليوم التالي ذهب الزوج إلى عمله، وفي الساعة 1 حضر إلى المنزل وقال لزوجته: هل طبخت طعام الغداء؟ سيحضر أهلي بعد ساعة. فقالت الزوجة: لا، لم أطبخ، لأن أهلك ليسوا غرباء ويأكلون من الموجود بالبيت. قال الزوج: الله يسامحك، لماذا لم تقولي لي من أمس إنك لن تطبخين وبعد ساعة سيوصلون؟ ماذا أفعل؟ قالت الزوجة: اتصل بهم واعتذر منهم ما فيها شيء، هم ليسوا غرباء، هم أهلك. خرج الزوج من المنزل زعلان، وبعد عدة دقائق وإذا بباب المنزل يطرق، فقامت الزوجة ففتحت الباب وتفاجأت بأن أهلها وأخوتها وأخواتها وأولادهم يدخلون البيت. فسألها أبوها: أين زوجك؟ فقالت له: خرج قبل قليل. فقال أبوها: لقد قام زوجك البارحة بدعوتنا إلى طعام الغداء هذا اليوم عندكم، معقول يعزمنا ويغادر المنزل؟ صعقت الزوجة بالخبر وبدأت تفرك يديها محتارة، فإن الطعام الموجود في المنزل لا يليق بأهلها، إنما يليق بأهل زوجها. اتصلت بزوجها وقالت له: لماذا لم تعلمني بأنك عزمت أهلي على الغداء؟ فقال لها: أهلي وأهلك ما في فرق. فقالت له: أرجوك أن تحضر معك طعام جاهز، لا يوجد في البيت طعام. فقال الزوج: أنا الآن بعيد عن البيت، وهذا أهلك مو غرباء، اطعميهم من الطعام الموجود في البيت مثل ما كنت تريدين أطعام أهلي. هل التصرف الذي قام به الزوج صحيح أم خطأ؟